هل تعلن أن المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يصل المنتخب الوطني المغربي الفوز في مباراته أمام المنتخب التنزاني يوم الثلاثاء القادم ليتصدر مجموعة الخامسة ويحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، فهل تتوقع فوز أسود الأطلس يوم الثلاثاء القادم؟ اعترف صادق من وليد الركراكي على جواز اليمية ونايف أكرهت. وليد الركراكي يعترف بصعوبة إيجاد توازن المثالي في خط الدفاع رغم الاعتماد على نايف أكرد وجواد اليمية، فلا يزال يبحث عن ثنائي الأفضل لتحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع في المباريات القادمة. في إشارة من وليد الركراكي على عدم رضاه على أداء جواد اليمية في خط الدفاع.